MSN News. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أيها الأعزاء. مرحبا في هذا الموجز الإخباري. الفنانة جميلة الهوني وأمينة الناجي أمام المحكمة الاثنين. وليد الركراكي ثالث أفضل مدرب في العالم لسنة 2022. إشبيلية تتغزل بياسين بونو وتقول انت سرقت لي قلبي. زكريا بوخلال يشعل منصات التواصل الاجتماعي. نادي العروس تعلق هذا سبب ظهوري بصليب واختار زياش ليكون بطل احد كليباتي. حكيمي ومبابي يستمتعان بالعطلة بمراكش بعد عودتهما من امريكا. من مراكش يسترجع سيارة مسروقة ويعتقل المتورطين. MSN News. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أيها الأعزاء. مرحبا في هذا الموجز الإخباري. الفنانة جميلة الهوني وأمينة الناجي أمام المحكمة الاثنين. من المتوقع أن تنظر المحكمة الابتدائية بالرباط بحي المحيط قسم قضاء الأسرة غدا الاثنين في قضية الفنانة المغربية جميلة الهوني ضد طليقها الفنان أمين الناجي حول إسقاط ولاية الأب. وتطالب الهوني بإسقاط ولاية الأب والحصول على حكم استعجالي للتصرف في الأوراق الإدارية لابنها. وكانت الفنانة المغربية قد كشفت في الأيام الأخيرة عن سر معاناتها رفقة ابنها من حرمان الأب أمين الناجي لابنه من الموافقة لتغيير مدرسته وحرمانه من الحصول على جواز سفر للسفر رفقة أصدقائه في رحلة رياضية للتعرف على إحدى النوادي الكروية بإسبانيا. كشفت الهوني عن حلم ابنها بأن يصبح لاعبا كرويا دوليا إذ تحرص كل الحرص على مساره الكروي والدراسي وتكريس جل وقتها لتحقيق حلم طفلها. إلا أن الأب أمين الناجي يقف عاقا أمام مسار طفله. ويؤازر جميل الهوني الأستاذ سهل السهلي المحامي بهيئة الرباط. وليد الركراكي ثالث أفضل مدرب في العالم لسنة 2022. اختير مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي كثالث أفضل مدرب في العالم لعام 2022. ويأتي اختيار الاتحاد الدولي للتاريخ وإحصاءات كرة القدم لوليد الركراكي كثالث أفضل مدرب في العالم بعدد نقاط بلغ 30 عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه رفقة أسود الأطلس بعد احتلاله المرتبة الرابعة بكأس العالم قطر 2022. وجاء المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني في المركز الأول ب 240 نقطة في حين احتل ديدي ديشان المرتبة الثانية بعدد نقاط بلغ 45 نقطة. أما المركز الرابع فكان من نصيب زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا. وضمت القائمة 15 مدربا من بينهم المغربي وليد الركراكي الذي قاد المنتخب المغربي لاحتلال المركز الرابع في كأس العالم قطر 2022 فضلا عن تتويجه رفقة الوداد الرياضي بلقبي البطولة الاحترافية لكرة القدم ودوري أبطال إفريقيا. كما ضمت القائمة أيضا الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الذي قاد فريقه للتتويج بدوري أبطال أوروبا. ويورغن كلوب مدرب ليفربول وغوارديولا مدرب مانشستر سيتي ويوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونخ إلى جانب أوناي إيمري مدرب فياريال سابقا وأستون فيلا حاليا. كما جاء في اللائحة ذاتها كل من النمساوي أوليفير غلاسنر والبرتغاليين جوزيه مورينيو وأبيل فيريرا والإيطالي لوتشانو سباليتي والبرازيلي دولفار جونيور ولويس سكولاري والأمريكيين هوغو إيبارا وبرايان شميتزر. إشبيلية تتغزل بياسين بونو وتقول انت سرقت لي قلبي. إليكم تفاصيل الخبر. يتغنى نادي إشبيلية بحارس مرمى المنتخب الوطني المغربي ياسين بونو على هامش التحاقه بتدريب الفريق واستعداده لمواجهة خطافي ليوم الأحد في الدوري الإسباني. وشارك حساب إشبيلية الرسمي في الفيسبوك صورة لياسين بونو في التدريب معلقا عليها باللغة العربية انت سرقت لي قلبي. ويعد بونو من نجوم إشبيلية وأحد أبرز اللاعبين في مركزه بالدوري الإسباني وأوروبا ما يجعله مكسبا للفريق الأندلسي في خضم الأدوار الكبيرة التي يقدمها ومساهماته الملموسة. وزاد نجم بونو سطوعا في كأس العالم قطر 2022 بتألقه في المنافسات وتقديمه لعروض قوية دفعت أندية أوروبية كبيرة لإبداء رغبتها في ضم حارس المرمى المغربي. زكريا بوخلال يشعل منصات التواصل الاجتماعي. تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي قبل أيام صورة للدولي المغربي زكريا بوخلال أثناء تجوله بأحد المراكز التجارية بالسعودية لأداء العمرة. وجمعت الصورة بين بوخلال وزوجته المغربية التي ظهرت منقبة إلى جانبه
ما جعلهما حديث منصات التواصل الاجتماعي. نادية العروسي تعلق: هذا سبب ظهوري بالصليب، وأختار زياش ليكون بطل أحد كليباتي. إليكم تفاصيل الخبر. كشفت الفنانة المغربية نادية العروسي في لقاء مع لو 3060 عن سبب غيابها جديدها الفني، وردت أيضا على جدل ظهورها بالصليب على إنستغرام. وقالت نادية إن غيابها كان بتقصير منها، لأنها كانت في الفترة الماضية منهمكة في إصدار الأعمال الفنية. وتابعت: الأمومة كانت أيضا سببا في غيابي، ولكني أعد جمهوري بأنني سأعود بقوة ولن أغيب عنهم مجددا. وعن الجدل الذي خلقه ظهورها بالصليب في إحدى أعمالها، قالت نادية إنها كانت تستعد لإصدار كوفر لأغنية جديدة، فقررت مع فريق عملها أن تقوم بتصويرها في الاستوديو، وذهبت في نفس اليوم لاقتناء الملابس التي سترتديها في الفيديو من أحد المراكز التجارية. فنصحتها إحدى العاملات في محل لبيع الملابس بشراء سلسلة معينة، وأكدت العروسي أنها لم تنتبه لوجود رمز الصليب في ذلك السلسلة، وحتى فريق عملها لم ينتبه، ولكنها وعدت جمهورها بعدم ارتكاب نفس الخطأ مجددا. من جهة أخرى، كشفت نادية سبب عدم إصدارها لأغنية عن المونديال أو المنتخب المغربي، وأكدت أنه لو أتيحت لها الفرصة ستختار حكيم زياش ليكون بطل أحد كليباتها. حكيمي ومبابي يستمتعان بالعطلة بمراكش بعد عودتهما من أمريكا. علمنا من مصادر جد مطلعة أن لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم أشرف حكيمي وكيليان مبابي اختار قضاء نهاية الأسبوع بمدينة مراكش. وحسب ذات المصادر، فإن لاعبي فريق باريس سان جيرمان انتقل مباشرة إلى المدينة الحمراء بعد قضائهما فترة من إجازتهما بالولايات المتحدة الأمريكية. حضر خلالها لإحدى مباريات الدوري الأمريكي لكرة السلة. النجمين أشرف حكيمي وكيليان مبابي قضيا أمس السبت 7 يناير 2023 لحظات ممتعة بأحد المطاعم بالحي الشتوي بمدينة مراكش. ومن المنتظر أن يشد الرحال عشية يومه الأحد إلى صحراء المنطقة السياحية أكفاي بإقليم مراكش، بعدما منحهما مدرب الفريق الفرنسي بضعة أيام راحة إثر نهاية كأس العالم بقطر 2022. ومن مراكش يسترجع سيارة مسروقة ويعتقل المتورطين. تمكنت مصالح الأمن في إطار سلسلة من الأبحاث والتحريات من استرجاع سيارة شكلت موضوع سرقة، حيث تأتي للباحثين رصدها على مستوى مرآب إحدى الإقامات السكنية على مستوى شارع عبد الكريم الخطابي. وبعد فرض حراسة سرية عليها تم ضبط الفاعل الذي كان رفقته شخص آخر، وقد تم إخضاع المعنيين بالأمر لبحث معمق لمعرفة باقي امتدادات هذا الفعل الإجرامي. وعلى ضوء نتيجة هذا البحث فقد تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة واستكمال باقي الإجراءات المسطرية للتقديم أمام العدالة، في الوقت الذي تم تسليم السيارة موضوع السرقة لمالكها الأصلي.